السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة ملحوح مع لبنى، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم بلا تمارة بلا عجينة، بعد ما قدمت معكم واحد جوج ديال الوصفات ديال الخبز التورتيلا، درت معكم وحدة بالدقيق الكامل وحدة عادية، ولقاو الاستحسان بزاف ديالكم، وقلت علاش لا نعاود نشارك معكم هذه الفكرة غزالة لذيذة وسهلة في التحضير. إن شاء الله المائدة الرمضانية كتوجدوها حتى لآخر لحظة وكتجي المهم من هذا الشيء بنينه. هنايا خديت بصله قطعتها بشكل طولي، فلفله حمراء قطعتها بشكل طولي، فلفله خضراء وكذلك. درت شويه زيت البلديه والزيت العاديه، ودرت شويه د الملحه. صافي، وغادي ندير هاد الفلفله وهاد البصله تهبط ليا فوق البوطه حتى كتدبل مزيان. اللي غادي نجيو ناخذوا الدجاج، انا قطعته مكعبات صغيره. كنضيفوا الدجاج وانتم كديروا التوابل اللي بغيتوا. انا هنايا درت التوابل ديال الشاورما بوحدها، شويه د المليحه اللي درت قبيله، التوابل ديال الشاورما صافي، وحكيت واحد شويه الزعتر. هادو هما الحويجات اللي درت، كيجيو هكا زوينين، كتجيو منسمين. وغادي تشوفوا معايا غادي نزيدهم واحد المكون اللي كيعطيهم عاوتاني واحد اللذه زوينه. صافي، هنا غادي نخلي الدجاج حتى يطيب ونعاودو نتلاقاو. صافي، هنا من بعد ما طاب لينا الدجاج، هذيك قلت لكم غنضيفوا واحد المكون. هنا غادي نضيفوا الفرماج هذاك ديال الساندويتشات، كنضيفوه باش كيعطينا واحد التعليكه زوينه لهاد الحشوه ديالنا. كنديروا هكا مربعات، كديروا واحد 4 ولا 5. انا ما عطيتكمش الكميه، نتوما كتحكموا في الكميه ديالكم. غنسدوا عليهم ونخليهم حتى كيذوبوا، وكنجيو كنخلطوا الخليط ديالنا. غتشوفوا معايا التعليكه كيفاش دايره. صافي، وان شاء الله غادي نبداو نعمروا الخبز ديالنا. كي قلت لكم شوفوا معايا، من بعد ما غادي نخلط واحد التعليكه كتعطي لهداك الدجاج وهذيك الفلفله وهذيك البصله كيكون غزال. كتاكلوا غير هكا كيجي رائع. صافي، وغادي نعمروا الخبز ديالنا دابا ان شاء الله. قبل ما نعمر الخبز، هنايا خديت واحد شويه ديال المطيشه هذيك اللي كتكون واجده، كندير معها زيت الزيتون، ديروا معها شويه بودره الثوم، بودره البصله الا عندكم، ولا تستعملوا غير بودره ديال الثومه ولا واحد الريس ديال الثومه، وحكيكه ديال الزعتر وزيت الزيتون. صافي، هادو هما المقادير اللي درنا. غادي نديروا واحد الكميه اللي غنسرحوا في هاد اللاطه، هي اللي غادي نطيبوا فيها داك الطورتيه ديالنا، طورتيلا بلوتو ديالنا. صافي، غادي نوجدوهم وغتشوفوا معايا اش غندير. صافي، هنا كناخذوا الخبز. غتشوفوا معايا غادي نشرح لكم الاولى وغنخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش ما نطولش عليكم. هنايا غادي نديروا الحشوه، كننزلوها هكا الجناب. انا عندي هاد الطورتيلا كبيره، فيها واقيلا 33 سنتيم ولا 31 سنتيم. كناخذها وكنلويها بحال هاد الشكل هذا، وكنحاولوا نجيبوها على قد المول اللي عندنا. صافي، وكنستفوهم. الا كانت عندكم نتوما الطورتيه صغيره، كديروا على قد ديالكم، كديروا وحده 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 حتى كتكملوا المول ديالكم ولا كتكملوا الكميه ديالكم. غنخليكم تشوفوا معايا الفيديو حتى تكملوا الطريقه، تفهموا الطريقه ديال الطويان، ونعاودوا نتلاقاو.
صافي هنا من بعد ما كملنا غادي ناخدو اللاطه ديالنا. كناخدو ديك شويه المطيشه اللي بقات عندنا، انا غنديرها في هذيك المقله اللي كان فيها داك البق شويه د الفرماج، غنخلطها فيها وكنجيو كندهنوا الوجه ديال هذوك الطورطيه كاملين، وغادي نديروا عليهم الفرماج. اما كديروا الفرماج العادي ولا فرماج موتزاريلا، انا هنا درت فرماج موتزاريلا، وكندخلوهم يطيبوا. الهدف ديالنا حنا ماشي يطيبوا كلشي طيب، غير كيتحمروا داك الفرماج كيذوب. كديرهم على 180 درجه، كديرهم في الوسط ديال الفران وكتخليهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. الشكل النهائي ديال التورتيلا ديالنا هو هذا، كيجيو رائعين. غتشوفوا معايا في القطعه وغتشوفوا معايا كيجيو حتى في الماكله ساهلين، وحسن من دوك لي بانيني اللي كنديروا كل واحد بوحدو. كيجيو دفعه واحده هكا كيطيبوا. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، وتخليو لي التعليق ديالكم الجميله كيف الفيديو السابق اللي لقى الاستحسان ديالكم. جوج الفيديوهات اللي مازال ما شافهمش يرجع ليهم يشوفهم. عندكم مواصفات مختلفه سهله في التحضير حتى هي ولذيذه. شكرا على المتابعة. دمتم في رعاية الرحمن. نتلاقاو إن شاء الله في أفكار أخرى وفيديوهات جداد.